الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت، ولكنهم حذفوها. خلاص أنا بعد ما أعلق، أنا بس أقول لك كلام، لو أريد أعلق أكو مكان تعليق هواية. أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندونون القرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، شيء طبيعي ما يصرف لهم هاي الكلمة يخلوها، صار ما صار.